مسيح الدجال أو أعوار الكذاب هو رجل كامل كنعرفو وكلنا سمعنا به من قبل. جبهته مكتوبة كافر والشكل ديالو مرعب، والموعد اللي غادي يخرج فيه غيكون في نهاية الزمن وغيكون من بين علامات الساعة الكبرى. عطاه الله قدرات كبيرة وعظيمة، كيقول للسماء أمطري فتمطر، وكيقول للأرض أنبتي فتنبت، كيدير اليد ديالو على المريض كيشفيه، وكيقول للأرض أخرج الكنوز اللي في البطن ديالك وكتخرجهم، وأيضا كيمشي عند الميت القبر ديالو كيحييه. بزاف ديال الناس غيأمنوا به حيت غيسحب ليهم اللي هو الإله ديالو من غير المسلمين، حيت غيكونوا عارفين الفتنة ديالو اللي نبان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا القصة اللي وقعت مع واحد الصحابي اللي شاف المسيح الدجال وتكلم معاه. في هذا الفيديو غنعرفوا شكون هو هذا الراجل، يعني شكون هو المسيح الدجال ومنين جا وشنو هو الهدف ديالو وعلاش الله عز وجل خلاه يخرج حتى لاخر الزمن، وواش عنده شي علاقه بالمسيح عيسى بن مريم. هادشي هذا كامل غنشوفو في هذا الفيديو. نبدا. مسيح الدجال او اعور كذاب هو واحد الراجل اللي غادي يخرج في اخر الزمن وغادي يكون من علامات الساعه الكبرى. الشكل ديالو شاب قوي البنيه، واللون البشره ديالو حمراء، والشعر ديالو طويل واجهد وممسوح العين، عنده فقط عينين وحده، والجبهه ديالو مكتوب فيها كافر. وايضا ذكي بزاف وكيعرف علم الهندسه والفيزياء، وايضا علم الطب والحيوان والنبات. واحد الراجل سميتو تميم الداري، كان نصراني وسلم ورجع من صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد النهار جا عند الرسول وعاود ليه واحد القصه اللي وقعت ليه. هادشي كامل اللي غنعاود في هاد القصه رواه المسلم في صحيحه عن فاطمه بنت قيس. بلي تميم الداري كان غادي في السفينه واحد النهار هو و30 راجل، وهما غاديين بقات كتلعب بهم المواج في البحر ومبقاوش عارفين فين هما، حتى خرجوا في واحد الجزيره وجلسوا فيها يرتاحوا. شويه بقاو كيدوروا في ديك الجزيره وهما لقاو واحد الدابه اللي كتخلع بزاف. سولوها ويلك شكون انتي؟ جاوباتهم وقالت لهم انا الجساسه. عاودوا سولوها وقالوا لها وما الجساسه؟ جاوباتهم وقالت لهم يا قوم مشوا عندك راجل اللي كاين في ديك الكنيسه وهو اللي غادي يعاود لكم كلشي. فاش مشاو عنده تصدموا، لقاو راجل ضخم وقوي البنيه، نفس الصفات اللي قلت لكم على المسيح الدجال. لقاو يديه ورجليه مربوطين واليد ديالو دايرها على راسو. قالوا ليه ويلك شكون انت؟ جاوبهم وقال لهم نتوما اللي جيتوا لعندي، نتوما اللي شكون نتوما؟ جاوبوه وقالوا ليه احنا ناس من العرب تلفنا في البحر وخرجنا في الجزيره، وهذيك الجساسه قالت لنا نجيو عندك. وهنا غادي يسولهم وقال لهم اخبروني عن نخل بيسان، واش باقي كيتمر؟ جاوبوه وقالوا ليه باقي كيتمر. عاود سولهم وقال لهم على بحر الطبريه، واش باقي فيها الماء؟ جاوبوه وقالوا ليه كثيره المياه. وعاود سولهم اخر سؤال وقال لهم وماذا عنا بالاميين؟ جاوبوه وقالوا ليه راه خرج من مكه ودابا مشى للمدينه. وقال لهم ماذا عن العرب؟ واش امنوا به؟ جاوبوه وقالوا ليه راه في الاول قتلوه ولكن من بعد امنوا به. جاوبهم وقال لهم احسن ليهم يطيعوه خير ليهم. هنا سقساوه وقالوا ليه وشكون انت؟ قال لهم انا هو مسيح الدجال وقريب باذن لي الله باش نخرج، وملي غنخرج ما غنخلي حتى بلاصه في الارض ما نمشيش ليها من غير مكه والمدينه، حيت هاد الجوج حاصينهم الملائكه وكل ما كنبغي ندخل ليهم كيمنعوني. وفاش عاودوا هادشي للرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم هذه طيبه هذه طيبه 3 ديال المرات. هذه هي القصه ديال تميم الداري. دابا غنشوفوا الديانات السماويه شنو كيقولوا على المسيح الدجال. اولا الديانه اليهوديه ما كيامنوش بشي حاجه سميتها المسيح الدجال تماما. اما الديانه المسيحيه فكيعتبروا عيسى بن مريم هو المخلص ديالو، وهو اللي غادي يخلصهم من اي واحد كيدعي على انه نبي او اله، ومنهم المسيح الدجال. اما بالنسبه للاسلام فالرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا من هذه الفتنه ديال المسيح الدجال. اما بالنسبه للبلاصه اللي غادي يخرج منها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الدجال يخرج من ارض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه اقوام كأن وجوههم المجان مطرقة. وملي غادي يخرج المسيح الدجال غادي يدور الأرض كاملة في 40 يوم وما غادي يخلي حتى شي بلاصة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. أما بالنسبة للنهاية ديالو قال الرسول صلى الله عليه وسلم النهاية ديالو غتكون على يد عيسى بن مريم. هذا هو مسيح الدجال أو أعوار كذاب. ودابا غنكون وصلنا لآخر ديال الفيديو، منساوش واحد لايك وابوني. تهلاو.